السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سامي، والفيديو اللي فات كان عن تقييم افضل 5 موبايلات بسعر 1000 جنيه ل 1200 جنيه. هحط برضو الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن لو عايزين تشوفوه. انما الفيديو ده هنعمل تقييم افضل 5 موبايلات بالفئة السعرية ما بين 1300 جنيه ل 1600 جنيه. خليكم معانا. اول حاجه عايز اقولها قبل ما نبتدي اي حاجه ان الموبايلات اللي انا هذكرها في الفيديو، الموبايلات دي من وجهه نظري انا هي افضل حاجه. تاني حاجه عايز اذكرها قبل ما نبتدي اي حاجه ان الموبايلات دي لو هنلاحظ انها امكانياتها قريبه من بعض جدا، بحيث ان احنا عندنا دلوقتي ان الامكانيات بتكون قريبه من بعض جدا، بس الفرق بينهم اللي هي خدمه ما بعد البيع. بمعنى ان احنا مثلا لو جينا اخترنا سامسونج خدمه ما بعد البيع جميله جدا، اخترنا هواوي خدمه ما بعد البيع من حيث الصيانه، الاكسسوارات، قطع الغيار، الكلام ده كله موجوده. ولكن مثلا الانفينكس، التكنو، الكلام ده مش موجود قوي. ولكن الموبايلات نفسها بتبقى امكانياتها عاليه جدا ومجربه قبل كده، وتقدر تعتمد عليها كموبايل رئيسي ليك. خلونا نبدأ. اول جهاز عندنا هنا هو الانفينكس هوت 4 برو. انفينكس هوت 4 برو بيجي بشاشه 5.5 بوصه اتش دي بدقه 1280 في 720 ورامات 2 جيجا مع معالج ميديا تك 1.3 جيجا هرتز مع اندرويد 6.0 مارشميلو، وكاميرا خلفيه 8 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل، وكمان بيجي بمستشعر بصمه في الخلف مع بطاريه 4000 ملي امبير. كل ده في جهاز انفينكس هوت 4 برو بسعر 1300 جنيه مصري. تاني جهاز عندنا هنا وهو الاسوس زنفون جو. اسوس زنفون جو بيجي بمعالج 1.3 جيجا هرتز بشاشه 5 بوصه من نوع اتش دي بدقه 1280 في 720، وكمان بيجي ب 2 جيجا رام مع كاميرا خلفيه 8 ميجا بكسل واماميه 2 ميجا بكسل وذاكره داخليه 16 جيجا مع بطاريه 2075 ملي امبير واندرويد 5.1 لوليبوب. كل الكلام ده بيجي في موبايل اسوس زنفون جو بسعر 1300 جنيه مصري. هنلاحظ هنا بين الايسوس والانفينكس الهوت 4 برو ان هما دلوقتي الانفينكس فيه بصمه وبطاريه اكبر، ولكن الكاميرا هي بحيث ان احنا عندنا الاثنين عندهم 8 ميجا بكسل ورا و2 ميجا بكسل قدام. ولكن اللي بيفرق عن الايسوس عن الانفينكس هي خدمه ما بعد البيع اللي اتكلمت عليها في اول الفيديو. ثالث جهاز عندنا هنا وهو الهواوي واي 6. هواوي واي 6 بيجي بشاشه 5 بوصه بدقه اتش دي 1280 في 720، وبيجي بمعالج ميديا تك بسرعه 1.1 جيجا هرتز، وبيجي برامات 2 جيجا مع بطاريه 3000 ملي امبير وكاميرا 8 ميجا بكسل خلفيه و2 ميجا بكسل اماميه واندرويد 5.1 لوليبوب مع واجهه المستخدم الخاصه بهواوي اللي هي الايموشن يو اي. والجهاز بيجي بسعر 1400 جنيه مصري. رابع موبايل في القائمه وهو السامسونج جي 3 2016. الجي 3 2016 بيجي بشاشه 5 بوصه سوبر اموليد بدقه اتش دي اللي هي 1280 في 720. كمان بيجي بمعالج كواد كور اللي هي رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز، وبيجي برامات 1.5 جيجا مع كاميرا 8 ميجا بكسل خلفيه و5 ميجا بكسل اماميه مع اندرويد لوليبوب 5.1 مع بطاريه 2600 ملي امبير. فاحنا هنا بنتكلم عن احسن شاشه في القائمة اللي احنا ذكرناها قبل كده واللي هي السوبر امول. اما عن سعر الموبايل فهو 1500 جنيه مصري. خامس جهاز عندنا هنا في القائمة وهو التكنو كومن سي 7. الجهاز بيجي بشاشة 5 بوصة بدقة اتش دي اي بي اس مع معالج ميديا تك كواد كور اللي هي رباعي النواة 1.3 جيجا هرتز مع رامات 2 جيجا مع كاميرا 13 ميجا بكسل خلفية و13 ميجا بكسل امامية. تكنو كومن سي 7 بيجي بسعر 1500 جنيه مصري. اما عن التقييم الاخير فاحنا هنا قدامنا موبايلات تقريبا بنفس الامكانيات، ولكن كل موبايل بيميزه حاجه معينه. فمثلا لو عايز موبايل بكاميرا حلوه فهتختار التكنو كومن سي 7، ولكن بيجي ببطاريه 2600 ملي امبير، فمش هيبقى اداء البطاريه كويس الى حد ما. ولكن لو بتدور على الشاشة القوية وخدمة ما بعد البيع كويسة فهيكون الاختيار هنا على سامسونج جي 3 2016، بس مش هيكون افضل معالج ولا افضل رام، ونظرا لواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج تقيلة الى حد ما فمش هيكون اداؤه زي باقي الاجهزة
التانية. اما لو بتدور على موبايل ببصمة ورخيص فعندك الانفينكس هوت 4 برو، فهو بيجي باكبر شاشة فيهم واكبر بطارية فيهم وببصمة، ولكن الكاميرا مش قوية إلى حد ما، وكمان خدمة ما بعد البيع مش قوية. لو بتدور على الاعتمادية والأداء وخدمة ما بعد البيع فعندك هواوي واي 6، واللي هيكون أسرع موبايل في القائمة بتاعتنا من حيث الأداء والاعتمادية. فلكل جهاز ميزة وعيب، وانت اللي هتقرر انت عايز ايه من الموبايل بالظبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب للقناة عشان تتابع كل جديد من القناة، وقول لي تحت في الكومنتات ايه رأيك في الموبايلات وافضل موبايل بالنسبة ليك انت ايه. كان معكم محمد سامي في رعاية الله. السلام عليكم.